الحلقة اللي فاتت طرحنا سؤال وجودي بيقول: مين أحسن شركة تسويق إلكتروني في مصر؟ ومنه خرجنا بسؤال تاني وهو إيه الأحسن ليك كصاحب بيزنس؟ تلجأ لشركة تسويق إلكتروني ولا شخص مستقل أو فريلانسر؟ في الحلقة دي هنتكلم أكتر عن الطريقة اللي أنت محتاج تتبعها عشان توصل للأحسن بالنسبة لك. عشان تختار الأنسب ليك أو الأحسن محتاج تجاوب على شوية أسئلة. أول سؤال: إيه هي ميزانيتك؟ ميزانيتك لبند التسويق عموما وبند التسويق الإلكتروني بشكل خاص هي أول سؤال لازم تسأله لنفسك، لأن الاختيارات كتير وبناء على ميزانيتك هتبدأ تفكر. قدامك شركات كبيرة وشركات متوسطة وشركات صغيرة، وكل فئة ليها عيوب ومزايا وتكلفة. قدامك برضو اللجوء لأشخاص مستقلين، وبرضو فيهم تنوع في الخبرة وجودة الشغل والتكلفة. تحديد الميزانية مهم تربطه باحتياجاتك، وده ياخدنا للسؤال اللي بعد كده: ايه هي الخدمات اللي انت محتاجها بالظبط؟ خدمات التسويق الإلكتروني كتير، منها كتابة المحتوى، وده لوحده بيتقسم لأشكال فرعية تانية. محتوى للسوشيال ميديا، وده نفسه فيه تخصصات، لأن محتوى التيك توك مثلا معتمد على الفيديو بشكل معين، غير محتوى الفيسبوك، غير محتوى اليوتيوب. في محتوى لموقعك، وده برضو يختلف لو موقعك موقع بسيط أو مليان تفاصيل، أو حاجة زي التجارة الإلكترونية وجوميا وأمازون وغيرها من أشكال المحتوى التسويقي الموجود. خدمة تانية هي الجرافيك ديزاين بأشكاله الكتير برضو، من أول تصميم لوجو وهوية بصرية لشركتك لحد تصميمات للسوشيال ميديا، تصميمات البروشور، الفلاير، الكومباني بروفايل وغيرها. عندك كمان برمجة وتصميم المواقع، وفي إدارة حسابات السوشيال ميديا والرد على العملاء. فالخدمات كتير ومتنوعة ومليانة تفاصيل، فتفكيرك في الخدمات اللي محتاجها لازم يكون بالتوازي مع تحديد الميزانية، لأنك ممكن تبقى شايف إنك محتاج كل الخدمات بس مفيش ميزانية كافية، فتبدأ تفكر في التخلي عن جزء من الخدمات وتبدأ بالأهم منها، وتقعد تحسبها بالشكل ده لحد ما توصل لميزانية واحتياجات واضحة ومحددة. حددت الميزانية، عرفت ايه الاحتياجات الضرورية اللي لازم تبدأ بيها وتكون في حدود الميزانية. يجي هنا السؤال المهم: ايه المواصفات اللي محتاجها في الشركة او الشخص اللي هيساعدك في التسويق الإلكتروني؟ عايز سرعة في التنفيذ، ولا الأهم الجودة؟ عايز سرعة وجودة، ولا عايز تتواجد بأي شكل والمهم انك تبدأ وبعدين تطور السرعة والجودة؟ ولا أهم حاجة يكون الموضوع مش مكلف؟ عايز شركة كبيرة أو شخص بخبرة كبيرة عشان تبقى مطمن، ولا عندك استعداد تغامر مع شركة صغيرة أو شخص خبرته محدودة وهتوفر في الميزانية؟ كل دي أسئلة محتاج تجاوب عليها مع نفسك الأول قبل ما تنطلق، لأن السرعة ليها تمنها، والجودة ليها تمنها، والخبرة ليها تمنها، وتواجد كل العناصر دي مع بعض ليه سعر كبير. هل ميزانيتك تسمح؟ هل الحاجات دي من أولوياتك وتستاهل تدفع عشانها؟ في بعض الحالات الاختيار الأصح هو إنك تبدأ بأي شكل وتخلي العجلة تدور، وتبدأ تطور مع الوقت لما يتوفر عندك الإمكانية. لكن في حالات تانية ما ينفعش تخاطر وتبدأ بداية غلط أو بداية ضعيفة، لأن ده ممكن يأثر على كل اللي هيحصل بعد كده. في بعض الحالات ممكن تبقى مش محتاج تسويق إلكتروني دلوقتي، ممكن ما تبقاش محتاج تسويق إلكتروني أصلا. في بعض الحالات ممكن يبقى كل اللي انت محتاجه استشارات ونصايح تدلك على الطريق، وممكن انت تتولى التسويق الإلكتروني معتمدا على الاستشارات دي لفترة. ممكن كمان يبقى الأنسب ليك توظيف فريق للتسويق الإلكتروني جوه شركتك، أو زي ما بنسميه in-house team، يعني لا تلجأ لشركة ولا شخص مستقل. لكن ده برضو محتاج ميزانية وترتيبات، ومحتاج توازن بين الميزانية والاحتياجات. طيب يا عم معتز، ما تقول لنا القصة دي تكلف كام برضو في الآخر؟ هقولك التكلفة، بس اللي هقوله ده أولا
هو أصلا متغير، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية فهو متغير جدا. وثانيا هو رينج واسع شويتين، فمش كل الناس هتستفيد منه، بس أعتقد في ناس هتفهم الدنيا بتتحرك في رينج عامل ازاي على الأقل. بشكل عام تكلفة التسويق الإلكتروني ممكن تبدأ من 3000 جنيه لحد ما تتخطى 50,000 جنيه. ازاي الفرق الكبير ده؟ هقولك ازاي. انت ممكن تشتغل مع فريلانسر بيقدم لك محتوى سوشيال ميديا فقط فياخد 3000 جنيه، وممكن تشتغل مع شركة هتعمل لك لوجو، هوية بصرية، محتوى سوشيال ميديا وتصميمات سوشيال ميديا، تنتج لك فيديوهات وتصور المنتجات وترد على العملاء بتوعك، فتوصل التكلفة لأرقام فوق 50,000. وكل ما كان عدد الخدمات واسم الشركة وجودة شغلها وسرعتها وخبرتها أعلى، كل ما كانت التكلفة أكبر. باختصار، انت أكتر حد يقدر يجاوب على السؤال مين أحسن حد بيقدم خدمة التسويق الإلكتروني في مصر، لأن الإجابة مبنية على أساس طبيعة شركتك انت واحتياجاتها وإمكانياتها المادية. بكده تكون الحلقة دي خلصت من بودكاست نتفاهم، البودكاست اللي بحاول فيه أقلل الفجوة بين أصحاب البيزنس من ناحية والمتخصصين في التسويق الإلكتروني من ناحية تانية. كان معاكم معتز بالله مصطفى، مدير تسويق إلكتروني وكاتب محتوى للعديد من الشركات في مصر والخليج. لو عجبتك الحلقة ياريت تعمل سبسكرايب للبودكاست وتبعت لي رأيك وملاحظاتك.